صباح الفل. في حد بعت لي سؤال بيسألني بيقول لي هي أمريكا فيها وسايط؟ يعني فيها بالحب؟ بص يا سيدي، كل مكان في الدنيا فيه بالحب. يعني الدنيا ممكن تمشي بس مش بالفكرة بتاعتنا احنا، يعني مش بنفس الفلسفة بتاعتنا احنا اللي هي كرمش له خمسينية والدنيا تعدي. لا، لو انت عندك معارف ورايح مثلا تخلص اجراءات او حاجات زي كده وحد يعرفك جوه، بيخلي مأموريتك اسهل، لكن مش بيخليك تعدي دور حد تاني. يعني مش هيكون مثلا واحد ناس واقفين في الصف وياخدك انت من ايدك ويدخلك من الباب الوراني ويقول لك يلا نخلص المصلحه. لا، هيسهل لك امورك. هتلاقي ناس مهتمه اكتر. لو في اكسبشن ينفع يتعمل في حدود القانون هيعمله لك. لو مفيش حاجه مثلا تخلص مثلا في ربع ساعه، ممكن يحاولوا يسرعوا لك الاجراءات شويه على اساس انك مهتم. هتمشي الامور بالشكل. لو مثلا في حاجه محتاجينها منك ضروري، بدل ما تروح ترجع تجيبها ممكن يخليك تبعتها على الميل. ده عامه بيتعمل مع كل الناس، ولكن ممكن تاخد سن اهتمام شويه. في ممكن برضو كمان الوظائف. يعني لو انت بتقدم على وظيفه مثلا ومثلا في مكان حد تعرف حد جوه، فالحد اللي جوه ده ممكن بيعمل لك حاجه اسمها ريفيلر. ريفيلر يعني بيحط اسمه على ان هو يعرفك، فده بتسهل على السي في بتاعك انه يبقى طب اكتر من الناس التانية اللي ما يعرفوهمش. بدل ما ياخدوا مثلا شهر على ما يتصلوا بيك، لا، ممكن يتصلوا بيك بعد 3 4 5 ايام لو انت تعرف حد جوه. لكن فكرة الواسطة بمفهومها الفج اللي احنا فاهمينه، ان انت تبقى مش كواليفايد ويعينوك عشان انت تعرف حد، دي نادرة جدا. بتحصل، عشان برضه اكون امين معاك، بتحصل بس بتبقى نادرة. بس اتمنى اكون جاوبت على سؤالك.